السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم فضاء من نجلاء. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى نلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. اليوم غادي نتكلم لكم على واحد الكريم اللي خاص بالصدفيه، خاص بالاكزيما، خاص بالحكه، خاص بالحساسيه. كريم اللي زوين بزاف، ولكن ما خاصناش نكتروا منه، لان كما واحد الحاجه عندها الايجابيات ديالها عندها حتى الاضرار ديالها. هذا الكريم هو دي بروسيليك بوماد. ما نتكلمش لكم على لي جيل، غادي نتكلم لكم على البوماد. الناس اللي كيعانيوا من القشره ديال الشعر، القشره ديال الحواجب، عندك مثلا حكه وسط الاصابع ديالك، عفوا عندك حكه هكا في الايدين ديالك، عندك حكه في الركابي ديالك، عليك بهاد دي بروسيليك. صراحه غزال بزاف. انا كنت كنعاني من القشره في الحواجب ديالي، ما عرفتش من جاتني، واش درت شي حاجه كيميائيه. انا كنت بصراحه كنصبغ حجباني، كنت واحد الفتره صبغتهم ودازت واحد السيمانه وليت كنلاحظ عندي واحد القشره عندي في الحواجب ديالي. فهكا مشيت هكا للفارماسيان، فنصحتني انني ناخذ هاد البوماد، عطاتني الطريقه ديال الاستعمال ديالها. ولكن قبل كانت سولاتني واش كتعاني من الصدفيه، قلت لها لا. بالحكم ان الناس مساكن اللي عندهم هكا الصدفيه، فالصدفيه كيفاش كتكون واحد الحكه مصاحبه للصدفيه، وكيكونوا دوائر بحال الصديفات. علاش سموها صدفيه؟ لانها كتكون بحال الصديفات. انا لا، انا عندي فقط قشره كتبان ملي هكا كنحك حاجبي، وكت كطيح الحجبان. يعني الا دا هكا حديتي فيها وبقيتي هكا باغا تحيديها بالقوه، فكي حتى الشعر كيتضرر. فعطاتني هاد البوماد وقالت لي، سولتني على كيفاش جاتك. صراحه انا ما عرفتش ما نقول ليها، لانني انا ما متاكداش واش جاتني من الصباغه ديال الحجبان ولا جاتني من الجو. فقالت لي تقدر تكون صدفيه، ولكن ملي سولتني واش معاها حكه، قلت لها لا، ما معاهاش حكه، غير القشره وصافي. وبصح ما كانش عندي حكه. فخديت هذه، قالت لي 2 مرات في النهار، وحده في الصباح وحده في الليل. الصراحه من السيمانه الاولى ما بقاتش حس القشره كدور، ولكن للاسف الشديد غير قطعتها رجع المشكل. بقيت هكا كنبحث هكا في اليوتيوب على هاد نيت هاد البومادات اللي فيهم الكورتيزون، لان هاد البوماد راها فيها الكورتيزون. باش تكونوا عارفين، اي بوماد كتعطيك نتيجه في الاسبوع الاول عرفوا فيها الكورتيزون، وهادو كلهم ديال مضادات الالتهاب راه فيهم الكورتيزون. فملي بحثت هكا في اليوتيوب لقيت بان اصلا هاد البوماد خاصك تقطعيها هكا تدريجيا باش ما تمشيش المفعول ديالها. حيت انا غير جيت وقطعتها، حيت كيكون اصلا الدم ديالك تعوض عليها. فانتي ملي كتجي تقطعيها بمره واحده صافي كيرجع لك المشكل. فعاود درتها ودرتها هكا، بقيت كنديرها يوميا. السيمانه الاولى، السيمانه الثانيه بقيت كنديرها نهار ونهار لا. السيمانه الثالثه بديت كنديرها 2 مرات في السيمانه بحال هكا، حتى قطعتها تدريجيا. والحمد لله دابا باقي ما لاحظت حتى شي حاجه، في حجباني. كنتمنى انها تكون افيكاس وتكون ما رجعتش. ان شاء الله الا عاودت رجعت ليا ما غاديش نبقى نستعمل هاد البوماد، لان هاد البومادات اللي كيكونوا فيهم الكورتيزون فهم مؤقتين صافي. يعني غير تقطعيهم ترجع لك المشكل. ان شاء الله من ورا رمضان الا رجعت ليا غادي نمشي نشوف هكا شي طبيبه ديال الجلد، غادي نعاود ليها على زعما على كيفاش وقع ليا هاد المشكل، وهذيك الساعه غادي نشوف الحل. كما قلت لكم هكا، ملي كنت هكا كندير دويره في اليوتيوب بقيت هكا كنبحث، شفت بزاف ديال الناس كيهضروا على هاد دي بروسيليك وكيقولوا بانها مبيض. البنات هذه بصح مبيض، لانها فيها الكورتيزون
ولكن واش من نيتكم انكم غديروا هاد البوماده ديال المضاده ديال الالتهاب غديروها في وجهكم، ونديروا مثلا انها بيضاتكم، بيضاتكم، ولكن راه غير تقطعوها راه غترجعوا وجهكم حالته. لان هاد البومادات اللي كيكونوا فيهم الكورتيزون راه كيطيبوا الجلده، راه كيحيدوا هذيك الجلده اللي كتحمينا من الشمس، واللي كتكون واحد الطبقه غليظه، كتولي عندك واحد الطبقه رقيقه، وكيولي عندك الشعيرات الدمويه باينين عندك في وجهك. فلهذا البنات بعدوا من هاد البومادات اللي كيكونوا هكا فيهم الكورتيزون. وبزاف بزاف ديال البومادات هكا اللي فيهم الكورتيزون من غير هذه اللي كيتباعوا في الصيدليه، كاينين اللي كيبيعوهم هكا غير في الزناقي بحال هكا، في عند هذوك مال الماكياج كيكونوا حتى هما فيهم الكورتيزون. فهذا خطير خطير البنات على الجلده ديال البشره. تقدر لا توقع عليكم حتى شي سرطان في البشره ديالكم. كما قلت لكم، البنات الله يهديهم كيعطيو الناس شي حاجه اللي خايبه، كيقول لهم سيروا ديروها الوجه ديالكم. هذه كتليق الا كانت عندك حساسيه، الا كانت عندك شي اكزيما، الا كانت عندك السيبانه وسط رجليك، كانت عندك قشره في شعرك، كانت عندك قشره في حواجبك. اما تقولي للناس سيري ديريها باش تبيض، ديرها لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نتوما بغيتو تخرجوا على الناس على الوجه ديالهم، غيولوا مساكن في واحد المشاكل اللي ما غاديش يقدروا عليها. وكاينين الناس بزاف اللي كيلتجؤوا لهاد الكريمات، كيكونوا الناس ما فحالهمش. فملي انت غادي تعطيها هاد البوماده وهي اصلا ما فحالاش وجهها خرجتي ليها عليه، فكيفاش هي غادي تمشي على الطبيب ديال الجلد؟ وراكم عارفين الاطباء ديال الجلد كيكونوا غاليين، والادويه ديالهم راه خاصك واحد التريطمون ديال 1500 درهم ولا 2000 درهم. هي مين غادي تجيبها؟ هي اصلا كون كانوا عندها فلوس ما غاتمشيش تاخذ هذه ب 20 درهم ولا ما نعرف باش تمشي تبيض. فلهذا البنات الله يحفظكم، تبقاوش هكا تخربقوا وترونوا وتحطوا البنات اجيو تبيضوا. كما قلت لكم هذه كانت عندك مشكل ديال الجلد فراه غادي تصلح لك، ولكن راه غير تقطعيها غادي ترجع لك، هذه كونوا متاكدين منها. والبنات انا ملي كنت كنديرها في هذاك الشهر، حيت انا درتها شهر كامل، كنت درتها المره الاولى 2 سيمانات وقطعتها ماشي تدريجيا، وعاود درتها وقطعتها تدريجيا. لاحظت بانني غير كنديرها عيني كيبداو يحرقوني، عرفتو كيبدا الدموع الدموع الدموع، بحال اللي شافني صحابني كنبكي. لان وملي مشيت هكا بحثت عليها، كما عرفت كما انا مولوعه بشي حاجه سميتها البحث، كنبقى نبحث بزاف. ملي بحثت عليها لقيتها من شنو اسمها، ما عقلتش على واحد الكلمه بغيت نقولها لكم، الاثار الجانبيه ديالها انها كتدير هكا الدموع هكا في العينين. فهمتوا البنات؟ يعني خطيره 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 بزاف. صافي البنات، كما قلت لكم الثمن ديالها واقيلا 20 درهم من الصيدليه. وراها يعني الناس هكا اللي كتكون عندهم الكزيمه راها كبيره، يعني تكفاهم يديروا عفوا واحد التريتمون ديال الشهر ويشوفوا الفرق. كان هذا هو الفيديو البنات ديال اليوم، كنتمنى انه يكون عجبكم. وبنات ما تبقاوش ديروا اي حاجه لوجهكم، راه الوجه راه شي حاجه اللي مهم، شي حاجه اللي هي اللي كنقابلوا بها الناس، هي الوجه هو اللي كنشوفوا به وجهنا هكا في المرايه. يعني حافظوا عليه، حافظوا على داك الوجه اللي عطاكم سيدي ربي. ما ديروش اي حاجه كما كانت. بغيتوا تاخذوا هكا شي بوماطه، خذوها من هكا من الفارماسيان، جاتكم غاليه خذوها من البارافارماسي، ديروا وصفات طبيعيه. ولكن باش ديروا هذا الشيء ديال مضادات الالتهاب للوجه ديالكم لا. يلا ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، بسلام عليكم.